السلام عليكم خوتي الرجاويين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رجعنا لكم فيديو جديد اللي غنشوفوا فيه مباراة الرجاء ضد أولمبيك أسفي برسم الجولة 7 اللي غندويو على المباراة بشكل تفصيلي، وغنشوفوا موعد المباراة وإحصائيات الفريقين والمواجهات المباشرة. ولكن قبل ما نبداو هبط دير ديك ابوني باش يوصلك الجديد ديالنا، ومن هاني تفرحني وتحفزني باش نكمل. ونبداو بموعد ومكان المباراة غتكون يوم السبت 28 أكتوبر مع 6:15 في مدينة مراكش، نظرا للإصلاحات اللي كاينة في ملعب أسفي، والماتش غيكون بدون جمهور بسبب العقوبة ضد أسفي. وراكم عارفين الماتش ضد أسفي كي كيكونوا، نزيد عليها بدون جمهور، فغير عولوا تشوفوا شي حاجة هربانة من الكاتيون الموريتاني. ترتيب الفريقين: أسفي المرتبة السعود ب7 نقاط، الرجاء المرتبة 4 و12 نقطة، فارق 5 ديال النقاط بين الفريقين. يعني إلا خسرنا في هاد المباراة وهادشي اللي ما كنتمناوش، فراه غتقرب علينا أسفي وغيفوتنا الفريقين اللي منافسيننا على اللقب وغنهبطوا في الترتيب. بمعنى مباراة مهمة ومهمة جدا، لكن أنا عندي إحساس غنرجعو بنتيجة إيجابية من مراكش، اللي إلا رجعنا لآخر مباراة لينا تما انتصرنا ب3 فيه ضد الإسماعيلي في كأس العرب. نشوفوا إحصائيات الفريقين: أسفي آخر 3 الماتشات انتصرات ماتش، تعادلات ماتش، وخسرات ماتش، بينما الرجاء في آخر 3 مباريات انتصرنا في 2 وتعادلنا في ماتش واحد. أسفي قدروا يسجلوا 4 ودخلات المرمى ديالهم 4، أي زائد 0. الرجاء قدرنا نسجلوا 9 وتلقينا 5، أي زائد 4. المواجهات المباشرة بين الفريقين: حنا قدرنا ننتصروا 4 ديال المرات، أسفي قدروا ينتصروا 4 ديال المرات، والتعادل كان أيضا 4 ديال المرات. هاد الكثرة ديال الربعاوات فكرتني بشي حاجة. كرة عرضية رأسية. آخر مباراة بين الفريقين كانت الموسم الماضي وانهزمنا فيها ب3-1. ونزيدكم في آخر 5 المباريات ضد أسفي ما قدرناش ننتصروا حتى شي ماتش. مرعب، أليس كذلك؟ الهداف لحد الآن ديال أسفي هو يوسف النجاري ب2 أهداف. على العموم وكخلاصة، إحصائيات فريق أولمبيك أسفي كتدل على أن هذا الأخير ماشي بالفريق الصعب، وحتى إلا رجعنا وقارنا بين اللاعبين الفريقين غنلقاو تفوق لينا. ولكن هذا ما كيعنيش أن الماتش في المتناول، بالعكس، حيت راه جميع الفرق فاش كتواجه الرجاء كتعطي كل ما عندها، وهذا شرف لكل رجاوي، حيت هذا الشيء ما كيدل إلا على قيمة ديال الفريق ديالنا مقارنة مع باقي الفرق الوطنية. وحتى لهنا أخوتي كنكونوا وصلنا لنهاية الفيديو. إلا وصلتي لهنا كنتمنى دير لايك وابوني باش نستمر في نشر المزيد، وما تنساوش تكتب لنا التعليق من أي مدينة كتمنى الفوز للرجاء وبأي نتيجة. وإلا درتي هادشي كامل كنقول لك شكرا وتهلاو أخوتي، نتشافوا بعد المباراة وديما رجاء.